الإعلامية كانت موزعة بين المنظومة الإعلامية التابعة للدولة. أيوة. مثلا كانت موزعة أو التابعة للحكومة للحزب الحاكم لجناح ضيق في الحزب الحاكم. كانت موزعة بين الصحافة المطبوعة. أيوة. وبين التلفزة والإذاعة أو البرودكاستنج وبتعبيراتها الإنترنتية، لأنه بقى عندكم تعبيرين الإنترنت. فالصحافة المطبوعة زي ما أنت عارف كانت برضو بيقال إن هي تابعة لمجلس الشورى، المجلس الشورى اللي هو الغرفة الثانية في البرلمان، والمجلس الأعلى للصحافة هو اللي طبعا هذا كلام نظريا بيبان لطيف إنه دي تابعة لملكية عامة وإن بيديرها مؤسسة برلمانية، بس المؤسسة دي الرئيس مبارك أو الرئيس السابق كان بيعين تلت اعضائها، وكان التلتين التانيين بينتخبوا في انتخابات انتوا عارفين كانت بتحصل ازاي. فيعني فالصحافه المطبوعه طلعت بكل الاستثمارات بتاعتها، بكل التاثير والتمركز الكبير في السوق، بعضها عمره اكتر من 150 سنه. بقت القصه موجوده في ال 38 خدمه تلفزيونيه والتسع شبكات اذاعيه والموقعين. تعددهم يا استاذ ياسر؟ انا مش عددهم والله، ولا اعرف ان هم 38 والموقعين انترنت. وبقى اصبح وزير اعلام مختص جدا، حتى هيئه زي الهيئه العامه للاستعلامات هي مش تابعه للوزاره، حتى وكاله زي وكاله انباء الشرق الاوسط هي مش تابعه للوزاره. فاصبحت القصه هي كانوا حتى يقولوا وزير التلفزيون، لانه هو كان مدير التلفزيون. وبعدين التلفزيون قعد يضيق لحد لما ركز في برنامجين اتنين. نفس الشيء هي عمليه الاختصار والتقزيم. طيب يعني اذا كان فالوزير مش في الواقع هو مش هيدير شيء، يعني رئيس هذه الهيئه هيغنينا عن فكره الوزير. طيب اشمعنى يعني مع في نفس سياق وتفسير حضرتك ل سواء هيئه سواء وزاره او الوزير بالاعلام بيعمل ايه او تخصصاته ايه او نطاق مسؤولياته ايه؟ طب ليه احنا بنتكلم النهارده على موضوع الهيئه مش الوزاره؟ هل علشان نحسس نفسنا ان في تغيير وان الدنيا هتبقى احسن وان احنا هيبقى عندنا حريه تداول معلومات وحريه راي وحريه تعبير، مجرد تغيير في منظومه لا هو وشكل اداري لكي نحسن شغل مسرح؟ يعني هو انا في تقديري انه احنا السلطه اللي بتحكم مصر هي على عكس ما أناس كثيرين متصورين، هي السلطة موجودة ما زالت. احنا كان لدينا جبل جليد أو جبل ثلج كبير، فرأس الجبل اختفت لكن جسم الجبل موجود والنظام موجود. الحكومة اللي شكلها الرئيس المتنحي الرئيس حسني مبارك هي الحكومة التي تحكم مصر الآن. حتى المكان اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو أداة الدعاية التي استخدمت يعني أسوأ استخدام ممكن خلال أحداث ثورة 25 يناير، هي أيضا مدارة بنفس الآليات ومحكومة بنفس القيادات. فالأمور لا أعتقد أنها تغيرت كثيرا. احنا ما زلنا أمامنا استحقاقات كبيرة. الثورة لازم تحاول تستكمل مفاعلها بحيث انها تخلق ما يسمى بالمينستريم العريض او بالتيار الوطني العريض الذي يستطيع ان ينهض بمصر، لان الثوره في الواقع ما قامتش عشان تمشي يعني شادي ومحمد وحسين. الثوره ما قامتش عشان كده، هي الثوره قامت عشان تنقل مصر نقله للحداثه ولدوله مدنيه ديمقراطيه. فكل اللي حاصل هو انه في محاولات لتسكين الاوضاع ولاقناع الجمهور بذرائع للهدوء. صحيح. فمن ضمن هذه المحاولات انه يطلع مثلا تصريحات عن مصادر انه الاحتجاجات الفئويه بتغذيها 3 رموز من العهد مع انه مثلا ده كان منشات النهارده مثلا مع ان احنا نقدر نمسك ال3 رموز دول لو كانوا يعني ما احنا عندنا حاكم عسكري المجلس الاعلى، يعني في 3 بيقدروا السلم الاهلي وامن البلد. طب ما تجيبهم، انت بتصرح ليه عنهم؟ يعني هاتهم امسكهم. ايوه. فانه يطلع مثلا تصريحات انه احنا هنلغي وزاره الاعلام، او حتى اللي انتوا بتعملوه دلوقتي انه انتوا بعد غسيل المخ غسيل الايد. ما هو يعني اللي بتعملوه يعني في الاعلام المصري الرسمي سواء كنتوا صحافه مطبوعه او اعلام، ان احنا كنا شغالين على غسيل المخ. الاهرام كان بيكتب الملايين يخرجون تأييد الرئيس مبارك. ايوه تمام. دلوقتي سقوط عصر الفساد، ده من غسيل المخ الى غسيل اليد. يعني دلوقتي بتغسل ايدك من عصر مبارك، ما هو انت كنت بتشتغل لعصر مبارك. طبعا انا ما بتكلمش عن الجندي اللي في الميدان اللي لازم ياخد الاوامر وينفذها، لكن انا بتكلم عن القائد اللي بيصدر الامر واللي بيتحمل المسؤوليه وصاحب الرؤيه السياسيه في الاداره. فاللي حصل هو كان انه خروج تصريح زي ده انا لا اتصور انه
بيغير في الامر شيء. اذا كان هناك في جديه فعلا في احداث تغييرات والاستجابه لاستحقاقات المرحله الانتقاليه، اهم شيء لازم يعمله صاحب السلطه الان هو انه يشيل الحكومه التي اقسمت يمين الولاء. حضرتك المجلس الاعلى للقوات المسلحه. نعم ايا كان، انا ما اعرفش، بس يعني يشيل. لا نتوقف عن هذه النقطة. خلاص يعني ماشي. اذا كان حد هيشيل الحكومه هيبقى المجلس العسكري مثلا يشيل. لا مش مثلا، لا هنقف غيره عند دي يا استاذ. خلاص ولا في غيره؟ الله لا اعلم. ما فيش غيره. يشيل طيب. الحكومه التي اقسمت، لا اصل الحكومه دي اقسمت اليمين امام الرئيس المتنحي حسني مبارك، ولا يصح ان هي تحكم وهي طب دستوريا حكومه تسيير الاعمال، ما هي حكومه تسيير الاعمال او قانونيا. هو لما الرئيس السابق عين هذه الحكومه، هو ما عينهاش عشان تسيير الاعمال. أيوه. هو عينها علشان تلبي الطلبات بتاعه المحتجين. ولكن عندما ذهب صرح المجلس العسكري بانها اصبحت حكومه لا لتسيير المفروض الاعمال انه اول شيء مؤقت. يعني هؤلاء الذين ثبت ان بعضهم على الاقل بعضهم تورط في اعمال فساد فاضحه. أيوة. احنا كل يوم دلوقتي نسمع عن صناديق نازله من مؤسسات وورق بيتحرق، كل يوم واحد يكلمني يقول لي اصل في ورق بيتحرق مش عارف فين، اصل في صندوق نازل مش عارف. انا خلاص انا بقيت مستغرب يعني. الناس اللي عملوا كده مش المفروض ابدا نخولهم او نفوضهم او نعطيهم الفرص، لان هم يسووا الامور. المفروض انت رجل أيوة. كنت بتقود مرحله معينه، هذه المرحله فاتت بينا بالحيط بالتعبير الشامي، خلاص اتفضل سعادتك روح في البيت وتعالى يا فلان اقعد دير. حد هيقول لي طب هنجيبوا ناس منين وبتاع؟ لا هم الجيش مش مضطر يجيب ناس، يعني الجيش مضطر يجيب حضرتك ويقول لك تعالى امسك لي الاستوديو ده، ويكون عارف انه حضرتك عندك سويه ثقافيه واجتماعيه وعلميه ومهنيه معينه، وبيعرف مباشره ان انت بتقدر تختار العناصر اللي تساعدك. يعني الجيش مش محتاج يختار مذيع يطلع يقرا النشره، هو محتاج يختار واحد يمسك التلفزيون بس. طب ما تيجي نرجع بقى للاعلام ووزاره الاعلام. بغض النظر هنلغي الوزاره، هنخلي الوزاره، هنخليها هيئه ما الى ذلك يعني، بس الاعلام المصري كانت ايه مشاكله بوجهه نظر حضرتك الصريحه وازاي نحلها دلوقتي؟ هو كل الناس دلوقتي بقت صريحه، بس انا عايز بس اذكر انه انا كنت من الاول بقول هذا الكلام وبكتبه. أيوة. ده صحيح. يعني لانه انا دلوقتي ابتديت على فكره احاول اتجنب الانتقاد ليه؟ لان لقيت المساله هاصت قوي بقى. يعني كل الناس طلعوا ابطال وانا كنت لا نتكلم في حلول عمليه. في حلول عمليه. القصه ببساطه انه في عندنا في مصر هنا في وسائل اعلام مملوكه ملكيه عامه، يعني كلنا وكل الساده المشاهدين بيشاهدونا دلوقتي من المصريين هم شركاء في هذه الوسائل. هذه الوسائل التي يمتلكها المجموع العام والتي تمول من حصيلة دفع الضرائب كانت بتدار إدارة سيئة، وكانت تجير لمصلحة سياسية لنخبة ضيقة جدا، ليست الحكومة حتى، يا ريتها كانت الحكومة أو حتى الحزب الوطني، لا ده نخبة يعني عدد معين من البشر أو من الناس كان هو اللي بيستفيد منها. طيب هذا لا يحدث في أي دولة رشيدة أو أي دولة متقدمة. إحنا قدامنا دلوقتي نمطين من وسائل الإعلام، النمط الأول هو التلفزيون والإذاعة، والنمط الثاني هو الصحافة المطبوعة. النمطين كانوا بيشتغلوا لأسباب سياسية ما في ادوات دعايه سوداء فجه ومباشره، ما كانش في اي تقدير لعمليات الاحتراف، ما كانش في اي سياسات توظيف عادله او شفافه او نزيهه، ما كانش في اي معايير او ادله لتحقيق لضبط الاداء وتقييمه، ما كانش في اي سالاري سكيلز او يعني سلم للرواتب معين، وبالتالي كان ممكن ياخد واحد ربع مليون جنيه، واحد ياخد 800 جنيه. ما كانش